السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ هعمل لكم النهاردة اختراع. هو انا اول مرة طبعا اشوفه وهنجربه مع بعض. ده البتنجان ني. تمام. حطينا له الخلطة، طبعا الخلطة اللي انتوا عارفينها بتاع البتنجان. ايا كان الخلطة، يعني كل واحد متعود على خلطة معينة، عادي جدا. تمام. وحشينا بيها البتنجان ني. اهو فتحنا البتنجانة، مش قوي يعني، فتحناها نص فتحة وحطينا ايه وحشيناها بالخلطة. تمام. وهنسويها دلوقتي وهنشوف البتنجان هيطلع عامل ايه وشكله ايه وطعمه ايه. هنجرب مع بعض ونشوف مع بعض الدنيا هيبقى فيها ايه. تمام. خليكم معايا لاخر الفيديو، وان شاء الله يا رب يعجبني ويعجبكم باذن الله. كده اهو هو استوى. تمام. هنطفي عليه بقى. لا بلاش نغطيه، خليه عريان عشان لو غطيناه هي ممكن يتهري. فهو حلو قوي سوا كده، فاحنا مش عايزين نغطيه ونكتم البخار عشان ما يسووش اكتر. تمام. بصوا بقى البتنجان بجد طعمه خرافة. انا خدت الطبق ده مليان بتنجان وفلفل، مش قادرة اقول لكم. البتنجان طعمه خطير خطير. طبعا مش ما قدرناش نصبر نصوره كتير يعني على الصينية، بس بجد تحفة. ليه بقى تحفة؟ هقول لكم ليه. عشان البتنجانة طبعا اللي ما بيحبش المسلوق هو يعتبر مش مسلوق، واللي ما بيحبش المقلي برضو يعتبر مش مقلي. يعني لا هو مسلوق ولا هو مقلي. يعني فنجان المية الصغير جدا مع ده طبعا اللي باقي ما شاء الله كانوا كمية حلوين. تمام. البتنجان ليه بقى؟ شوفوا هو طبعا عشان انا حاطه ميه بسيطه جدا ما فيهوش اي سوائل.
شرب السوائل وفي نفس الوقت الطاسة شايفين في صينية بقى في طاسة، ما فيش اي مشكلة خالص. شايفين الحلو فيها ايه بقى؟ ان هو زي ما قلت لكم لا هو مسلوق ولا مقلي، يعني اللي ما بيحبش المقلي هيعتبره مسلوق، واللي ما بيحبش المسلوق هيعتبره مقلي. هي فزورة او زي ما تحسبوها، بس هو بجد لذيذ يعني، شامل ما بين المقلي وما بين المسلوق، يعني هو وسط ما بين الاتنين، وما يختلفوش عليه اتنين من الاخر. هو جميل بصراحة، واللي اخترع الفكرة دي دماغه ما شاء الله متكلفة يعني، ما شاء الله دماغه حلوة او دماغها حلوة بجد. هو الطريقة دي جميلة جدا وسهلة وبسيطة جدا، يعني بدل ما هنحشيه هو مستوي ويبقى طالع من الزيت او طالع من النار سخن لا احنا بنحشيه ني، وبنحطه نرصه في الصينية، ونحط عليه يعني معلقتين زيت مع فنجان صغير مية. اول ما يغلي على النار نغطيه اول ما يغلي نغطيه ونوطي عليه. تمام، نوطي عشان ما يتحرقش، لان احنا مش حاطين كميه ميه، هو شويه ميه صغيرين جدا، ون... ونغطي عليه. مفيش ثواني وبيستوي، ثواني يعني ما بياخدش كتير، يعني ممكن دقيقه دقيقتين وتبص تلاقي ايه البتنجان استوى، عشان ما يتهريش منك. وتروحي طافيه عليه وتعريه وتسيبيه عريان، يعني تشيلي الغطا من عليه وتسيبيه عريان، عشان لو فضلتي مغطياه هيفضل يكمل سوا. تمام، بس انما هو ما شاء الله هو جميل، اللهم بارك يعني، اللهم بارك، وبالهنا والشفا. وجربوه، جربوه قولوا لي في التعليقات عجبكم ولا لا. بس ان شاء الله ان شاء الله هيعجبكم باذن الله. طريقه حلوه وسهله وبالهنا والشفا، وربنا يحسن ما بين ايدينا وما بين ايديكم يا رب، وتعملوا احسن مني مليون مره ان شاء الله. واحنا بنتعلم طول ما احنا عايشين في الدنيا بنتعلم. وهي الفكرة بصراحة عجبتني لما شفتها وقلت اجربها معاكم، وما شاء الله. تمام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تنسونيش في اللايكات والكومنتات، وعشان نعلي الصفحة كده واعرف اقدم كل جديد، لاني يعني قلة التعليقات والشير والحاجات دي بتخلي القناة تقع، وفي نفس الوقت بتخلي النفسية مش متظبطة. فلو الحاجة بتعجبكم يا ريت شير ولايك وكومنتات جميلة بتاعتكم ما تحرمونيش منها، والدعوة الحلوة. وفي رعاية الله وفي حفظ الله، ويا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو وعجبكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.